من على قناتنا أخبار الرياضة العالمية. اضغط زر الاشتراك وفعل الجرس لتكن معنا في قلب الحدث. ظل ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي رمزاً لتاريخ كرة القدم العالمية. هنا توج بيليه بآخر كأس عالم عام 1970، وهنا خطف مارادونا الأنظار في 1986، لتتحول هذه الأرض إلى جزء من ذاكرة اللعبة نفسها. اليوم يعود أزتيكا ليستعد لحدث جديد، كأس العالم 2026. ورغم أن التجديدات شملت كل زاوية تقريبا، كان الهدف الأهم الحفاظ على روح الملعب، تلك الروح التي صنعت التاريخ. خلال أعمال التحديث تمت إضافة مقاعد جديدة وتطوير شاشات العرض وتغيير منظومة الإضاءة بالكامل، كما أعيد تصميم غرف تبديل الملابس وتوسيعها لتلائم المعايير الحديثة، إضافة إلى إنشاء نفق لاعبين جديد يمنح لحظة دخول الملعب حضورا أقوى وأكثر إثارة. أما نظام الصوت فقد تم رفعه إلى مستوى عالمي مع أكثر من 340 مكبرا، لتصل هتافات الجماهير بوضوح وقوة داخل أرجاء الملعب. وفي الوقت ذاته يجري العمل على إصلاح السقف وتحسين شبكة الإنترنت الهوائي لضمان تجربة مستقرة خلال المباريات، خصوصا مع الحجم الكبير للحضور الذي قد يتجاوز 87 ألف متفرج. ومع استمرار الاستعدادات وفق جدول دقيق، ينتظر ملعب أزتيكا لحظته التاريخية الجديدة، استضافة مباراة افتتاح كأس العالم يوم 11 من يونيو عام 2026، ليصبح أول ملعب في العالم يحتضن افتتاح المونديال 3 مرات. إنه ليس مجرد تحديث في البنية، بل إعادة إحياء لمكان يحمل ذاكرة كرة القدم ويستعد لصنع ذكريات جديدة.